السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة إيزوميري للخياطة والأشغال اليدوية والمشاريع المنزلية. جبت لكم اليوم فكرة تاع مشروع صغير، وهو خياطة وسائد للديكور وأيضا للعرايس للتصديرة. هاد المخدات مخطومين بالقماش تاع الجالاكسي. هذا قماش جالاكسي يجي إلاستيكي، قماش مطاطي. شريت هذا النوع اللي يجي يبرق هكذايا، كاين عدة الألوان. أنا خيرت هذا اللون الفضي. هنا شريت مترة فقط، طويتها على 2، نحيت منها 40 على 60 سنتيم، قسمتها على 40 60 سنتيم يعني مستطيل. وكاين يحبوا يديروا 50 سنتيم. ما حبيتش تخرج وسادة كبيرة، حبيتها صغيرة لأنه النوع تاع الوسادات جاي على شكل بابيون فيونكا. المهم هنا راني فصلت القماش. عندي هنا لا سنتور، هذه لا سنتور تاع الحزامات، تاع حزام قفطان. هذه شريتها، نسيت هذه شحال شريتها. هذه ايضا هذه لا سنتور رقيقه، هذيك 4000 في المتر، وهذه راهي 25 في المتر. هاد لا سنتور راهم يديروا بهم بزاف المخايد، يديكوريو بهم ايضا حتى الصينيات. هنا راني فصلت القماش تاعي، خيطته نطوي على 2، نخيطهم في الاطراف ونخلي فتحه باش ندخل فيها لي بونج. الخياطة راهي سهلة، خيطي فقط على مرتين باش تكون الخياطة تاعك متقونة وما تتفزرش مع التعمار. خيطيهم على مرتين. هنا ما نحتاجوش نديرو السورجي ولا نحرقوا الاطراف لانه هذا القماش ما يتفزرش. خيطهم بالماكينه العاديه التقليديه تاعي. انا نفضل دائما نخيط بهذه الماكينه، خياطه تاعها متينه وتساعدني. بعد الخياطة نأتي لعملية تاع التعمار. كيفاش راح نعمرهم؟ هنا عندي 2 ورقات تاع لاوات في بلاصة ليبونج. الا ما عندكش هكذا لاوات ديري 2 ورقات تاع ليبونج، دخليهم داخل المخدة وعمريهم بالبونج مفتت ولا بلاوات. هنا هاي ليك، شوفي الورقة تاعي فتحتها هكذايا على شكل وسادة. هنا كي ما توفرش عندي البونج الاسفنج، استعملت هذه الطريقة لأن راني نستعمل واش عندي، مانيش نشري بزاف السلعة باش نكمل واش عندي في الدار ويخرجوا نفس النتيجة. عمري الوسادة تاعك مليح بلاوات. لاوات راهي دير 25 في الشكارة، كيس كبير فحوالي كيلو. الله أعلم كيلو يدير 25 هنا في الجزائر العاصمة، والله أعلم في باقي الولايات. المهم إلا ما عندكش لاوات تستعملي 2 ورقات تاع ليبونج وعمريهم لداخل بالبونج. البونج مفتت، هاو يتباع بونج مفتت في شكارة. يعمروا به أيضا الوسائد. بعد ما نكمل التعمار ونخيطهم من جهة نكمل نغلقها من جهة واحدة، نلف الخيط تاع الطراح. هذا الخيط تاع الطراح يجي خشين كوتون بيغلي، نلفو على الوسادة في الوسط. من بعد نطرح الوسادة تاعي نخيطها على مرتين ونعقد باش نتحصل على هذا الشكل. شوفي مليح، ما عملتش لاستيك، كانوا يعملوا لاستيك وكاين اللي يحكموهم ديريكتومون بالحزام. انا لا، انا هذه طريقتي باش تبقى الوساده حاكمه روحها، ما تتعوج ما والو. كيما تحطيها كيما تبقى، حتى وإلا لعبوا بها دراري يعني رايحه تبقى على حالها. من بعد نحكم لا سانتيو، هاو ديك الحزام فوالا باش نتحصلوا على الفيونكا البابيون. الحزام هنا الا كان عندك سكراتش خيطي لها سكراتش ويتلصق ويتعاود ينحى، والا خيطيه بيدك. انا ما عنديش، خيط بيدي. ما تلصقيش بالبيستولي لانه البيستولي ما يحكمش على الحزام. فوالا خيطيه على الطرف وين ما يبانش. هاد المخايط يستعملوا للديكور تاع الصالونات، حتى التزيين تاع الغرف النوم. يعني مخايط شابين بزاف. ولا عرفتي كيفاش تشري قماش هكذا، قماش اسمه جالاكسي، كاين يجي عدة الوان. هذه هي النتيجة. انا زينتهم بالشويشة هكذا ذهبية،
وكل وحده واللون والذوق تاعها. المهم السعر تاع البيع هادوما تحسبيه حق السلعه اللي دخلت لك، يعني السلعه كل وحده كيفاش تشريها، وتحسبيه حق يدك وهو 60,000 في التعمار 15 و15 في الخياطه. انا هكذا نحسب حق يدي، وكل وحده كيفاش راهي تحسب. المهم انا عطيت لك الفكره تاعي والطريقه تاعي. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك واشتراك، وايضا شاركوا الفكره مع احبابكم حتى تعم الفائده.